بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة 6. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في lessons 4 and 5 الدرس الرابع والخامس من Unit 2 من الوحدة التانية. درس النهاردة بعنوان A Visit to Aswan Dam، زيارة إلى سد أسوان. دام سد. flood فيضان. supply إمداد أو مخزون. structure هيكل أو بناء. concrete خرسانة. powerful قوي أو فعال. benefit فائدة أو يستفيد. crops محاصيل. factory مصنع. southern جنوبي. electricity كهرباء. energy طاقة. بعد كده عندنا تصريف الأفعال. protected يحمي. generated ينتج أو يولد. grow يزرع. بعد كده عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. stop from يمنع من. keep water يحتفظ بالماء أو يخزن الماء. benefit from يستفيد من. made of مصنوع من. generate for يولد أو ينتج لي. a clean supply of إمداد نظيف من. بعد كده عندنا نقاط هامة عن نصوص الاستماع والقراءة. فأول جملة بيقول لي The Aswan Dam is a huge structure in southern Egypt. يعني سد أسوان هو بناء ضخم في جنوب مصر. Engineers built the Aswan Dam. والمهندسين بنوا سد أسوان to stop the Nile from flooding. لكي يوقفوا النيل عن الفيضان. The Aswan Dam generates powerful energy. يعني سد أسوان بيولد طاقة قوية وفعالة for homes and factories للمنازل والمصانع. The dam which is made of stone and concrete والسد اللي مصنوع من الحجارة والخرسانة keeps water for farmers to grow crops all year. بيحافظ على المية للفلاحين لكي يزرعوا المحاصيل طول العام. The Aswan Dam protects villages near the river. وسد أسوان بيحمي القرى القريبة من النهر. and gives Egypt وبيعطي مصر a clean supply إمداد نظيف of electricity من الكهرباء. The Aswan Dam is one of the great modern buildings. وسد أسوان هو واحد من
أعظم المباني الحديثة that changed Egypt's future التي غيرت مستقبل مصر.